السلام عليكم. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سمعتوا ديك القرمشة كروكيت تاع الأرز محشيين بالجبن بنتهم بنة عالمية كالعادة. اكتبوا لي في التعليقات. رايحين توجدوهم بالخف وفي وقفة، غير ديروا حفظ للوصفة باش ما تروح لكمش، وبرطاجوها مع أصدقائكم بهما تاني يستبنوا ديك البنة. وتاني حبيت نقولكم ونفكركم باخر مسابقه مع تشيزي قبل رمضان. رايحين تربحوا كوكوت مينوت من النوعيه الجيده، ما كلاه تراطيو هذه الفرصه، راه جاي رمضان وتحققوا بزاف هذا الكوكوت. ما عليكم غير تجربوا هذه الوصفه السهله الماهله، وتصوروا العلبه تاع تشيزي في الاخير مع النتيجه النهائيه، وتروحوا للفيسبوك ولا للانستغرام تطاقيوهم وتحطوا هذيك لا فوتو. في الفيسبوك حطوها في التعليقات في المنشور تاع المسابقه، وفي الانستغرام طاقيوهم في ستوري، ولازم تكونوا ابونين في الحساب تاعهم سواء انستغرام ولا فيسبوك باش تدخلوا في السحب تاع المسابقه. سهله ماهله وحظ موفق. تبعوا الوصفه باش تعاودوها. عندي كاس تاع الارز، ما ديروش بسمتي، ديروا اي ارز عادي. وضيف بعد ما يطيب ضيفوا عليه زوج حبات تاع البيض، مغرف ونص تاع الفرينه، شويه تاع المعدنوس، سنينه تاع الثوم، علبه تاع التونه صغيره تكون بالزيت، ومن بعديك شويه فلفل كحل وشويه تاع الملح. هذا مكان هذا واش نسحقوا في الوصفه تاعنا. خلطوهم مليح، وشوفوا هنايا خلطوهم مليح وبداو ديروا بيديكم هكا باش هذاك المزيج يتخلط مليح مليح، وتحسوا بالقوام هذاك. اسكو نزيدوه كاش حاجه، اسكو نقصوا له كاش حاجه، يعني باش تعرفوا اليدين هي احسن حل باش تعرفوا القوام تاع العجينه تاعكم تاع الارز هذه. واش نجيبوا بلاستيك غذائي، نحطوا شويه من هذيك العجينه تاع الارز اللي كنا درناها، ونجيبوا هنايا مثلثه تاع تشيزي. هذا بزاف بنينه، ديت حبيبات هنايا هاهي باش نحطهم هنايا في الوسط تاع لي كروكيت هادوك. شوفوا حبه تاع تشيزي مثلثات هكا، حطوها في الوسط باش نديو لا فورم تاع المثلث هذاك، وبداو اغلقوها بهذه الطريقه. ضغطوا عليها برك بشويه، رايحين يعني تتحصلوا على مثلث كيما الشكل تاع الحبه تاع تشيزي. هاهي ديروا بهذه الطريقه. راني وريت لكم كامل الخطوات باش يعني تنجحوا في الوصفه وتجربوها. هنا تحصلنا هنايا على شكل مثلث بكل سهولة، يعني ماشي حاجة اللي واعرة ولا حاجة اللي تكون كومبليكي، ولا راهي سهلة ولا غير سهلة. شوفوا المثلث هذا، ودوك نزيد نوريكم المثلث الآخر وطريقة أخرى. شوفوا جبت الحبة تاع تشيزي في الوسط، نضغطوا هكا بيدينا باش نغلقوا كامل هذيك الحبة تاع تشيزي بهذاك العجينة تاع الأرز هذه. هاهي ومن بعد نجيبوا بلاستيك واحد اخر، نجيبوا الكوبات هذه وبداو اعدلوا الاطراف. هذه راح تجيكم منفينيه على الاخرى، يعني هذه خدمناها بالكوبات راح تجي حبه سوا. دوك تشوفوا كيفاش في الاخير راهي سهله ايضا. هاهي كملوها تمتم. هذه شوفوا الشكل تاع هذه زي هبل جا مثلث. هاني هنايا كملت تقريبا الكميه كامله. هاهي دركا واش نديروا، نجيبوا هنايا زوج حبات تاع البيض مع شويه تاع لا شابلور الخبز اليابس والمرحي، وشويه تاع الفرينه باش نرمدو فيها هاد لي كروكيت هادو. هذا مكان. شوفوا بالنسبه للخبز اليابس تقدروا تخدموه في الدار. جيبوا خبزه قطعوها دوائر وحطوها في الفور، بعد ما تشوفوها تحمرت ويبست ارحيوها في الروبو صفيوها في الغربال. رايحين تحصلوا على شابلوغ على حبه وبزاف بنين، وتخدموا به سوا وصفات حلوه سوا وصفات مالحه. نجيبوا حبه تاع الكروكات نرمدوها في الفرينه، ومن بعد كنزيدو نرمدوها هنايا في البيض. البيض تقدروا تنكوه باي حاجه حابينها نتوما، ومن بعد نزيدو نرمدوه هنايا في لاشابليغ باش تتغلف هذيك الحبه مليح مليح وتمدكم القرمشه اللي سمعتوها في اول الفيديو. شوفوا بزاف هايله هاد لي كروكات، لازم نجربوهم. هاهي
تقدروا هنايا بعد ما تغلفوا هذيك الحبه تاع الكروكيت تقدروا تعدلوها، لانه تقدروا تتحكموا فيها. نزيد نوريكم حبيبه واحده اخرى. حطيت هذيك الكروكيت هنايا في الفارينه، غلفتها مليح مليح بالفارينه، ومن بعد كنفضها من الفارينه الزايده، لانه لو كان تبقى فيها فارينه بزاف راح تتغلف في الاول في البيض، ومن بعد البيض هذاك شغل كيفاش نفهمكم في الفكره، شغل يزلق هذاك البيض ويتنحى، تبقى غير فارينه. فهمتوا كيفاه؟ ومن بعديكا هنايا بعد ما رمتها في البيض نديرها هنايا في لاشابليغ هذه ونغلفها مليح 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 بهاد الطريقه سهله ماهله. هاي ونفضوها تاني مليح مليح من هذاك الشابليغ الزايد، وهذه هي يعني سهله مالا. رايحين تكملوها ليه هادو هما الحبيبات. قلت لكم تقدروا تزيدوا تعدلوهم بعد ما ترمدوهم، راح تكون سهله. انا هذوك الحبات الاخرين عييت وليت كورتهم برك وحطيتهم، تقدروا ديروها ماشي مشكل. انا باك حبيت ندير لها الشكل تاع المثلث باش تدي الشكل تاع الحبه تاع التشيزي. ونجيبوا هنايا طنجره صغيره، شوفوا باش ما تديكمش الزيت بزاف، جيبوا كسرونه ولا طنجره صغيره حوالي 20 سنتيم برك، وعمروها بالزيت. مانيش راح تدي زيت بزاف لانه اصلا صغيره، باش كي تحطوا الحبه تاع الكروكات رايحه كامل هذاك الزيت يغمرها وما تطيبش جهه بجهه، ولا راح تطيب على حبه وتطيب محمره في الدوغي بزاف هايله. هنايا هذاك الزيت اللي يبقى تقدروا طيبوا به الكسره، راح تمد لكم واحد البنه تهبل. تقدروا تزيدوا تعاودوا تقليو فيه حاجه خلاف، يعني ما كنتش رايحين يعني طيشوه ولا، لانه اصلا حطينا كميه صغيره يعني استفادوا منه. هاني نقلي هنايا كي تحطوا برك الحبه تاع الكروكات ما تبداوش تقلبوا فيها بزاف. وعلاه لا خاطر باش ما وهي ما تتحلش 100% 1000% ما تتحلش. مين نتوما خليوها باش تدي هذيك لا فورم المليحه وتدي هذاك اللون الذهبي المليح. ومن بعديكا هنايا قدموها مع اي صوص حابينها. انا درتها مع صوص الجيريان، تقدروا تقدموها مع الكيتشوب مع المايونيز كيما تحبوا نتوما، بزاف هايله. تقدروا تعوضوا بها البوراك في رمضان لانه بزاف بزاف بنينه، يعني ما نديروش 30 يوم ولا 20 يوم بوراك، ولا ساعه ساعه ديروا حاجه هكا وخفيفه، يعني تاني ماشي راح حاجه تقهم، ولا تجي خفيفه وبنينه. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله يا ربي تجربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء تاعكم. هنايا نوريكم في القرمه شيخه سمعتوها في الاول، بارطاجيوها مع الاصدقاء باش هما تاني يجربوا لاغوسات هذه. ومبقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تعجبكم، الى فيديو جديد ووصفات جديده ان شاء الله. طلعوا في رواحكم، مع الف سلامه.